الدولة اللي بتتهد بترجع ولا ما بترجعش؟ أنا مش بسأل ده ليه، أنا بسأل لينا كلنا. الدولة ما بترجعش تاني. بيحطوا أهداف وأنت رايح تحققها تهد بلادك وتدمر الناس والعباد وما ترجعش تاني وتفضل كده. بقول مش عايز أقول دول، وأنتم شايفين الدول اللي بقالها أكتر من 30 سنة ما رجعتش تاني. مش عايز أقول مش هترجع، لأن أنا بأمل إن ربنا سبحانه وتعالى إنها هترجع. وعايز أقول لكم وبقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي في مصر، إيه الثمن اللي ممكن ندفعه لما أنا أتسبب في ضياع 90 مليون إنسان هنا، وأحولهم أو أحول جزء كبير منهم لمشردين ولاجئين؟ لا يمكن يكون فيه هدف مهما كان يؤدي بالناس إلى هذا القتل والتشرد والضياع. لا يمكن. خلي بالكم، احنا هنقف قدام ربنا على الأقل عن 90 مليون مصري اللي موجودين. 90 مش جزء منهم، كلهم يعيشوا في أمان وسلام، ومحدش أبدا يروع، مش يشرد. عارفين يعني يروع؟ يعني ما يبقاش خايف، ما يبقاش قلقان. يا ترى بقى ايه اللي بيتعمل عشان ال90 مليون دول؟ انا بقول الكلام ده لان انا بسمع احيانا كده دعوات يقول لك ان احنا نعمل ثورة جديدة. ليه؟ انت عايز تضيعها ليه؟ احنا ابدا مفيش حاجة اسمها كده، احنا كلنا مع بعض هنا. لكن بقول لكل اللي بيسمع مني، اي دعوة من دي دلوقتي شوفوا، انا جيت بإرادتكم وباختياركم، مش غصب عنكم ابدا. وبالمناسبة الكرامة الوطنية والأخلاقية والإنسانية ما تخلينيش أقعد ثانية واحدة ضد الإرادة دي.